رجعت ليكم بفيديو عن جون سينا. هو طبعا الراجل ده مش محتاج تقييمنا فيه خالص. هو اثبت نفسه واحد من اكتر النجوم المضمونين واللي يتوثق فيهم في تاريخ الدبليو دبليو اي، وشال الشركه على كتافه بجد وعدى بيها في اوقات صعبه جدا، وكان واجهه الدبليو دبليو اي. وحتى راح هوليود ونجح هناك وعمل امنيات كتير جدا خيريه لمؤسسات ميكا ويش، وحول نفسه من بطل خارق الناس بتكرهه لاسطوره بجد الكل معترف بيه. وحتى ماتشه الاخير اللي لعبه ضد جونتر كان كل متعاطف معاه، وعشان كده في موجه هجوم وانتقاد حاليه ضد جون سينا بتحسها غريبه شويه. الفانز وبالذات النقاد بيقولوا انت على فكره بتدمر كاريرك كله باللي انت بتعمله ده، يعني كل التاريخ اللي انت بنيه افعالك دلوقتي بتبوظها. يعني مثلا بعد عرض باكلاش لما جون سينا اعلن عن بطوله اسمها جون سينا كلاسيك، وهي بطوله كده بتجمع بين مواهب العروض زي رو وسماك داون وانكس تي، وده مزيج عابر كده للاجيال بيلعب على فكره الماتشات المختلفه بين العروض. ولحد الان الموضوع كان باين فيه طموح شويه وفكره حلوه، بس بعد كده ردود فعل الفانز وبالذات على النت اتقسمت قوي. اولا قواعد البطوله دي ما كانتش منطقيه خالص، لان محدش مركز معاها بنسبه 100%، ولا حد اداها فرصه وحسن نيه خالص. اولا الفكره عباره عن ان مين هيكسب يبقى بطل جون سينا كلاسيك، والكسبان بالبطوله دي بيكسبها اصلا بالتصويت. يعني ممكن الجمهور يصوت لواحد كان خسر اصلا في البطوله، فتحس ان هم جايبين جون سينا يتاجروا باسمه وخلاص. وحاجه تانية معانا برضو ان فكره بطوله جون سينا كلاسيك دي بوظت القوانين بتاعه المصارعه. انت ازاي اصلا تكسب حد بطوله عن طريق ان الجمهور صوت له؟ فين بقى الفوز والحكم والحاجات دي كلها وبناء القصه برضو؟ فهي تحسها منفصله عن الهيكل الطبيعي بتاع الدبليو دبليو اي. وكمان بعض الفانز شبهوا الفكره بمفهوم عرض سايبر ساندي القديم، في حين ان ناس تانية شافوا انها شبه مسابقات التلفزيون كده بدل ما تكون عرض مصارعه، وده مجرد استغلال تجاري تاني من بتوع تي كي او. وحتى النقاد على النت هزروا وقال لك القواعد تحسها مكتوبه بالذكاء الاصطناعي اصلا، مش كتاب مصارعه بجد. وكمان طريقه صياغه الاعلان دي كانت معقده زياده عن اللزوم، والفانز تعبوا عشان يفهموا الفكره اصلا من البرومو. يعني انت عايز تعمل نجوم جديده ومواهب، بس في وسط كل ده بتقول لي الجمهور هو اللي هيصوت. ورغم كده كان في ناس بتهتف له في الماتش عادي. وبدل ما تحس ان البطوله دي حاجه ثوريه وكده، بقيت تضطر تنافس التوقعات المحبطه اللي جت بعد الاعلان نفسه. لان في مشجعين مصارعه عندهم توقعات خياليه كده وضخمه زي جون سينا، لما تقول لي ان هو موجود في العرض معنى كده ان في حاجه كبيره هتحصل، مش مجرد البطوله الهبله دي. وبرده رغم كده جون سينا كنت تحسه قلبه على الروستر، وبدا يقول لك في ناس زي سول روكا وجيفون ايفنز واوبا فيمي اللي تقل عليه قوي، قال لك انا عايز اطلع بالناس دي لفرصه جديده. فاكيد تقدر تكسب محبه الفانز حتى لو خسرت البطوله كلها او الاعلان اللي انت عملته. وحاجه تانية بقى ودي الكارثه في رايي، ان في ظهور متكرر طول الوقت بعد ما اعتزل وبيلعب على وتر النوستالجيا ويستغله. في قلق متزايد طول الوقت، وهي كميه ظهور جون سينا بعد اعتزاله. يعني الراجل اصلا ماشي من 4 شهور مثلا ويظهر لي بعدها في عرض، وسينا قال علنا ان هو يكون ليه دور مع الشركه بعد ايامه جوه الحلبه. وقعد يقول لك كل الناس اللي بتقول لي انت هتيجي وين من الاعتزال تقول لي انا مش هعتزل، كل ده خرف وهتاكدوا ان انا اخر ماتش ضد جونتر. والاعتزال في المصارعه طول عمره كان التزام معقد شويه ومش ثابت، لان في اساطير كتير جدا بيرجعوا عشان الهتافات او حتى كعروض خاصه، ممكن يكونوا جزء كمان من لعبه فيديو جيم ولا حاجه، او تكريم في قاعه المشاهير. ورغم كده اعتزال جون سينا اتقدم بشكل عاطفي وتاريخي بجد، والشركه كلها عرضتها على انها نهايه الفتره بتاعته. بس بعد شهور قليله لانها بيظهر في العروض الكبيره مره ورا الثانيه، وفي ناس كتير قالت لك احنا بنحب نشوفه عادي، يعني جون سينا بطل الطفوله وبتاع. بس الاعتزال في المصارعه اللي هو عمله ده تحسه ما كانش حقيقي اصلا. وده مش غلط جون سينا بالكامل، الشركه واضحه انها شايفاه لسه عامل جذب كبير وقادرين يزودوا المبيعات وارقام المشاهدات بوجوده حتى لو مش هيصارع. ومن ناحيه بقى البيزنس والتجاره الموضوع منطقي، سينا لسه واحد من ألمع النجوم في الشركه، وحتى الاطفال لسه عارفاه. المتابعين اللي هم الكاجوال او اللي مش منتظمين قوي اللي بطلوا فرجه من سنين اكيد عارفين جون سينا. بس النجاح الابداعي والنجاح التجاري باسم جون سينا مش دايما حاجه واحده. الشركه بقت معتمده بشكل متزايد على فكره ان احنا نجيب واحد يقول لكم فاكرين زمان لما كنا ومش عارف يقعد ياخد لقطه مع الجمهور وخلاص. وده على فكره مش جون سينا بس، جون سينا، رومان رينز، ذا روك، سين بانك. بس رينز وبانك بيصارعوا، انما ذا روك ممكن يرجع مثلا يكون في قصه مع كودي رودز ويبوظها كلها زي ما عمل في عرض الرو بتاع نتفليكس. في حين الاستراتيجيه دي ممكن تنجح ماديا وكل حاجه، بس هي شغاله على المدى القصير. وكمان اصلا يعني الحاجات الغريبه ان بطوله جون سينا كلاسيك دي مجرد انك تعملها عشان جون سينا ويتحامى في اسم جون سينا وكل حاجه، انت كده اصلا بتغطي على الناس الجديده اللي طالعه. يعني محدش هيبقى مركز مع اللي كسب ده لو هو كسب بالتصويت الا الناس مصوته عشان جون سينا. فالحل المقترح ايه بقى؟ يعني احنا مش بنقول ان جون سينا المفروض ما يظهرش خالص، لا عادي يظهر، بس بلاش حته اللي هو يعني ادونا فرصه يوحشنا مثلا، ادونا فرصه ندخله في قصه حتى لو مش هيصارع حاجه كده. عشان كده الدور الوحيد المنطقي بعد كده في طريقه شويه تبقى احسن قوي وهتبقى اكبر بكتير كقيمه ليه من ان هو يظهر ورا الكواليس كل شهر. سينا عنده عقد من الخبره في السيكولوجيه والتعامل مع الجمهور، وبيقدر بجد يولع القاعه. فان هو يقدم بروموهات تبيع تذاكر والحاجات دي كلها دي لعبته.
وكمان سرد القصص يقدر يكتب بعروض حلوه جدا زي ما اندرتيكر بيكتب النهارده. فالنجوم الاصغر سن ممكن يستفيدوا بشكل ضخم من توجيهاته دي، وده غالبا بيحصل بالفعل، بدل ما ينفرض علينا كل شويه في ظهور مستمر على الشاشه عشان الشركه ضامنه ان الجمهور ما بيستحملش كلمه عليه. فبصراحه المفروض دلوقتي ان هو ياخد اي دور، ويلغوا فكره جون سينا كلاسيك البطوله الفاشله اللي اتعملت دي والاي اي اللي كاتب لهم السكريبت. والمفروض برضه يا جماعه حته ان هو يعني تعالوا نتكلم شويه في اعتزاله. سين بانك كان طلع قال لك انا مش مصدق ان جون سينا استسلم، بس هو ده الصح. وكريس رولينز قال كده برضه، لان هو قال لك الراجل ده لو كان اعتزل وهو كسبان كان الناس هتنسى تاني يوم، انما النهارده احنا لسه فاكرين. وكان في نقاد حتى قال لك على جونتر، اللي جونتر عمله ده انه يخلي مصارع زي جون سينا واسم جون سينا بقاله بتاع 20 سنه ما استسلمش يستسلم كده، دي حاجه تتكتب في التاريخ زي مثلا كسر سلسله اندرتيكر. وبينه وبينكم الراجل مش بيبالغ مع 20 سنه و20 سنه. وبرده حته ان انت جون سينا في اخر ماتش وعرض مش عارف زي ده، العرض ده يا جماعه كان ميت، عرض ساتردي ده، فانك تعمل ماتش بالتقل ده فيه، ده حاجه نطقت الدنيا وكان ببلاش على اليوتيوب، وبعدها يعرضوا له برومو ان هو بيعيط فيه وبتاع. فبصراحه الفكره كانت حلوه، انا مش ضدها، هو ما تهنش فيها على فكره. ودايما على فكره في عصر تريبل اتش بيتهاجم ان النجم بيعتزل وهو بيتهان من وجهه نظركم. يعني مثلا ايجي ستايلز، يعني مثلا ايجي ستايلز طلع قال لك انا ندمان على كل دقيقه في ماتش الاعتزال ده، لان انا ما كنتش عايز اخسر كده ولا اخسر اصلا. بس هو برضو يا جماعه، ما انت يعني فكر بالمنطق، واحد زي جونتر انت عملت له لون معين ان هو بيخلي الاساطير تعتزل، لو دخل على حس اللون ده بطوله معينه هيعدي في حته تانية، بقى عنده رصيد مع الجمهور، في كره، في حاجات يعرف يقولها في البروموهات ان هو انجازات، بدل ما يقول لك انا من 5 سنين خدت بطوله القارات وخلاص تمام، وبعدها عمال اخسر على بطوله الدبليو كل شويه. بس برضو حته اللي هو يعني ما فلان كده كده هيعتزل تمام، فايه الفايده اللي جونتر عملها؟ يعني هو كده كده كسب خسر هيعتزل، ده مش ماتش اعتزال، فاهمين ازاي؟ يعني ماتش جي ستايلز كان اعتزال تمام، وماتش جولدبرج، بس سينا كان كده كده اخر ماتش. فحته برضو ان انت تعمل واحد بيعمل اعتزال، او مثلا بيلاعب ناس مش مشهورين اصلا زي بات ماكافي ولا مش عارف التاني اللي اسمه نيك الدس، الناس دي يا جماعه ما بتصارعش، فهو استفاد ايه؟ فلازم زي ما هتدي واحد شرف ان هو يخلي واحد يعتزل، تبقى كاتب له خطه او سيناريو ان هو يكسب بطولات. وحتى واحد زي بروك ليزنر كان ليه ماتش مخطط ضد جونتر، قال لك انا مش هلعب الماتش ده، وطلع بره السكريبت وقال له اوبا في مين انت النجم الجاي وخلاص، لانه قال لك الراجل ده ملوش حد عمال يخسر من كل الناس، العبه ليه؟ فاهمين ازاي؟ فحته ان انت جون سينا يعتزل وما يعتزلش، انا شايفها بصراحه كانت معموله صح، رغم ان الجوله الاعتزاليه دي كان فيها كوارث، ممكن اكلمكم بالتفصيل عنها ليه. يعني عندك ماتشات كتير ما كانش لها لازمه، وشفنا اصلا ايجي ستايلز لما لعب جون سينا في الدبليو دبليو انريل، قال لك اللي كان مقرر انه يلعبه كان درو ماكنتاير، وانا كان نفسي اشوف الماتش ده، وكان نفسي اشوفه ضد سيس رولينز، وكان نفسي اشوفه ضد رومان رين، ناس كتير جدا، بس برضو اتحصرنا بين جاي اوسو ولوجان بول وارتروس اللي دخلتولي ماتشين، وماتش خد واحد بينهم اللي اتلعب ده 1/10. فبصراحة سينا لم يستغل لا بعد الاعتزال ولا قبل الاعتزال. ده كان الفيديو يا جماعة. وعلى فكرة يا جماعة السبب في الموضوع ده الغرض التجاري بتاع شركة تي كي او، الشركة دي نصابة وكل غرضها انتهازية وخلاص. ده كان الفيديو يا جماعة، اشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة. كان الفيديو يا جماعة، انا ادهم مقدم قناة مصارعة، عامل ليكوا صاحب على الايفون، عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعية القناة هنا كلها عبارة عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهرية، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك، اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر لحد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات، لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا، ومع السلامه. لو انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح بعد شهر مثلا، نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه تمام. عامل ليكوا صاحب على الايفون، عايز تكسب وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات، ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه، يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع، فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصل الفيديو 40 لايك ومع السلامه.